بصوا اصعب حاجه في اي حاجه البدايه. ولذلك انت قوم نفسك واشتغل على نفسك وباذن الله تعالى، وهو من بذل السبب اصلا، من حسن الظن بالله عز وجل. اذا واحد، اضغط ضغطه قويه عشان تكون قفزك قويه باذن الله تعالى، وخذها قاعده الان في هذا العمر. اذا تتعب 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 ترى بعدين تلعب. الان تبي توسع صدرك وتلعب ترى بعدين تتعب. هنقعد نقول لك يا بطل خد بالك من وقتك ولا تتعجل الحصاد. حبيبي النهارده بيقرر ان هو ينضبط. النهارده انا كنت مقصر، مفيش مشكله، بيقرر ينضبط النهارده، فبيبدا يذاكر النهارده. بعد اسبوع التحسن لم يظهر بعد. طب ولما التحسن ما بيظهرش بيعمل ايه؟ قال لك خلاص بما ان مفيش تحسن بيحصل انا مش هخليني زي ما كنت. لا، التحسن مش هيظهر في يوم ولا في يومين ولا في 3 ولا في اسبوع. التحسن هيظهر على اللونج تيرم. على فكره اخر حاجه قبل ما ابدا حل هقولها لك، ان ربنا بيجازي على المجهود والتعب وعلى مش بس المذاكره. يا جو ايه الفرق بين المجهود والتعب وايه الفرق بين المذاكره؟ ما هي المذاكره في مجهود وتعب. ركز بقى معايا في الاختلافات البسيطه. المذاكره يا حبايبي جزء من المجهود، او هي مجهود ماشي. في الثانويه العامه حاجه اسمها مجهود نفسي ومعافره نفسيه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا بذاكر فده مجهود واجتهاد ربنا هيعوضني عليه السنه دي، او في ميزان حسناتي، او في الاخره، او كمان في الدنيا في الجامعه لازم يعوضك. ان لا نضيع اجر من احسن عملا. وعد ربك هفضل اقولها لك كل ما اشوفك، وعد ربك سبحان الملك يعني. طيب فاوريدي انا بتعب اهو ماشي. في كمان بقى تعب واجتهاد نفسي. ازاي؟ انا مثلا مضغوط، انا قلقان، انا متوتر، انا بفتح الكتاب ماليش نفسي اذاكر. بتحصل مع ناس كتير. ركز معايا الله يبارك لك. ومش انت لوحدك ومش انتوا لوحدكم، كل الناس مهما كان مستواه لازم يمر عليها لحظات كده، في اللي بيطول وفي اللي بيقصر، على حسب بقى حالتك النفسيه ومودك وقربك من ربك واستعانتك وكلامك لنفسك وهكذا. وبتتاثر بالكلام السلبي بالاخرين ولا لا. المهم، ففي ناس بتقعد تجاهد نفسها، ماليش خلق افتح الكتاب النهارده، متضايق، انا ماليش نفسي اذاكر. في ناس عندها شويه مشاكل نفسيه او مرضيه. ركز معايا. في ناس لما تبص على المتراكم في اي ماده، يوه والله انا عايز اشد حيلي، والله انا عايز ابقى كويس، بس لما افتح ابص المراكم كل ده. الفكره بقى المجهود او المجاهده النفسيه دي او الاجتهاد النفسي ده برضه عليه حسنات كتير جدا جدا جدا، وربنا بيجازي بيه اخر السنه. من الاخر ربنا بيجازي اخر السنه. ركز معايا الله يبارك لك على حاجتين: مذاكرتك وكمان جهادك مع نفسك. مذاكرتك ومعافرتك. مذاكرتك وحالتك النفسيه اللي انت بتضغط بيها. مذاكرتك ومعافرتك انك تسد ودانك وكلامك ومن كلام اللي حواليك والكلام السلبي بتاع المدرسين اللي بيكسر مقاديفك واللي حواليك والناس واهلك اللي بيقارنوك بغيرك. ده كله اللي بيعمل عظمه في الاخر، والعظمه لله وحده. مش بس المذاكره، انك تكون كمان بتحاول تطور من شخصيتك، انك ما تسمحش اللي حواليك، انك بتحاول تعافر وتزق نفسك. هنقعد نقول لك يا بطل خد بالك من وقتك، خد بالك من وقتك. عمرك ده اوعى يضيع كده على الفاضي. ونقول لك تاني يا عم الحاج ان احنا ما زلنا على عهدنا معاك، كملين، مفيش تهريج، في استكمال لمسيره، في جهد بيبذل كل يوم اكتر من التاني. تفضل تشتغل. هفضل اقولها لك ازرع جميلا، بس مش هقول لك المره دي ازرع جميلا ولو في غير موضعه، بس عايز اكد على حاجه: ازرع جميلا. والجمله المهمه بقى كمان اللي انا لاحظتها فيكم: ولا تتعجل الحصاد. حبيبي النهارده بيقرر ان هو ينضبط. النهارده انا كنت مقصر، مفيش مشكله، ماشي، كلنا اصحاب تقصير، مقصرين. بيقرر ينضبط النهارده فبيبدا يذاكر النهارده. بعد اسبوع التحسن لم يظهر بعد. طب ولما التحسن ما بيظهرش بيعمل ايه؟ قال لك خلاص بما ان مفيش تحسن بيحصل انا مش هخليني زي ما كنت. لا، التحسن مش هيظهر في يوم ولا في يومين ولا في 3 ولا في اسبوع. التحسن هيظهر على اللونج تيرم، مدى طويل، يعني شهور. زي ما انت كنت مقصر لسنوات والتقصير ده والتراكم ده ما حصلش في يوم، فانك ترجع وتبقى كويس مش هيحصل في يوم. ولذلك قلنا: ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. طباع الايام ما بتقولش انك هتبقى وحش في يوم ولا هتبقى كويس في يوم، وانما محتاج وقت انك تقعد تشتغل وتتدرب. وحافظ دايما على حاجه: ان يفضل عندك امل، ما تبقاش محبط. طب هذا الامل الباعث فيه ايه؟ مع ان في حاجات كتير محبطه حواليا، يقين بالله عارف ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك، وان انت مهما عملت. تخيل يا اخي الواحد بيبقى عامل سيئات كتيرة جدا ومتمسك برحمة الله، بس يعني هي كده فعلا. ومن يقنط من رحمة الله، مين يقنط من رحمة الله؟ اللي بيقنط من رحمة ربنا ده شخص ده مش ما بيفهمش. مين النهارده مش مدرك ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغير حاله من حال الى حال اذا اطلع على قلبه فرآه ايه بقى؟ صادق في وعده، قرر بيقين من جواه: انا هبقى كويس عشان والدي ووالدتي، انا هبقى كويس عشان ربنا يرضى عليا، انا هبقى كويس عشان انا هبقى كويس عشان اسباب كتير، بس اهمها رضاها، يعني رضا ربنا عني ورضا والدي ووالدتي عني. فيبدا يشتغل، فربنا سبحانه وتعالى يطلع عليه فيرى منه خيرا. ولذلك بيقول دايما: اروا الله منكم خيرا، لان ربنا قال: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فانت غيرت اللي في نفسك، فربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بنعمه الفهم والسعه والرزق
والبركه في الوقت، كل الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى زود لك فيه البركه. ولذلك بنقول لك اهو، يعني ربنا يكرمكم، بارك الله اهي والله في اوقاتكم واعماركم، لان خير الناس من طال عمره وحسن عمله. الاثنين مع بعض، طال العمر وحسن العمل. بارك الله في اوقاتكم واعماركم. ولذلك لما كان واحد يقول لك ايه، اعمارنا اعمالنا، يا حبيب قلبي اعمارنا اعمالنا. واوعى تنسى يا صديقي ان مطلوب منك انك تحسن في عملك وتتقن في عملك. وهقول لك الجمله الشهيره دي كمان، وقيمه المرء، اللي عامل لك قيمه ما قد كان يحسنه. قيمتك حبيب قلبي في الحاجه اللي انت بتعرف تعملها، فاحسن في عملك، احسن يحسن الله اليك. والله العظيم، احسن في عملك واتقي ربنا، وبطل تجري المحاضرات وتقعد مش فاهمها. انت لو مشيت بالراحه واحده واحده وقعدت لحد الاخر كده تسمع النصيحه، هتحس براحه كبيره جدا. المهم انت تطلع السنه دي ربك راضي عنك، انت راضي عن نفسك، دي اهم حاجه، الله يسترها عليك بس. وقد ما عليك ولا عليك، وانت مسؤول عن السعي، مسؤول عن النتيجه بس. مطلوب في دماغك، قوم وزق نفسك، قوم وعافر تاني، قوم واضغط على نفسك، قوم وكل ده عند ربك بتكتب. قم وقاوم وانت بطل قصتك، وقصتك لم تنتهي بعد. ربنا ييسر اموركم ويسعد قلوبكم ويحقق احلامكم ويفرج همومكم ويرزقكم الرشد. نسال ربنا سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاتقان والعمل الجيد، وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. نراكم دوما على خير صديقي العزيز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.